أعتقد أن مثل هذه اللقاءات تزيد من الضغط على النظام الجزائري الذي يتاجر بهذا الملف لمدة 50 سنة، وستكون فرصة لكشف حقائق وشهادات وعن واقع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وكيف يعاني الناس هناك. اتهم المغرب بالتنسيق مع الاحتلال، هل تنكشف الحقيقة؟ كبير يرد بقوة ويفضح ازدواجية الخطاب الجزائري. في تطور جديد ضمن سلسلة التوتر الإعلامي بين الرباط والجزائر، فجرت تصريحات الإعلامي والسياسي المعروف بلقب كبير موجة واسعة من التفاعل بعدما رد بشكل مباشر على اتهامات جزائرية تزعم وجود تنسيق مغربي مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تطورات القضية الفلسطينية. لكن السؤال المطروح يبقى: هل الأمر يتعلق فعلا بوقائع موثقة؟ أم أننا أمام جولة جديدة من حرب إعلامية تتجاوز الحقيقة وتخاطب العواطف؟ لنبدأ من البداية. خلال الأيام الماضية تداولت بعض المنابر الجزائرية تقارير وتصريحات تتهم المغرب بلعب أدوار خفية تتعارض حسب وصفها مع دعم القضية الفلسطينية. هذه الاتهامات جاءت في سياق إقليمي حساس، حيث تعرف المنطقة تصعيدا سياسيا وإعلاميا متبادلا بين البلدين، غير أن كبير خرج عن صمته، معتبرا أن ما يجري ليس سوى حملة دعائية ممنهجة هدفها توجيه الرأي العام الداخلي وصرف الأنظار عن تحديات داخلية. وأكد أن تكرار هذه الاتهامات دون تقديم أدلة ملموسة يضعف مصداقية من يروج لها. المغرب والقضية الفلسطينية، ماذا يقول التاريخ؟ يرى متابعون أن المغرب لطالما قدم نفسه كداعم ثابت للحقوق الفلسطينية، سواء عبر التحركات الدبلوماسية أو من خلال الدعم الإنساني، ويستند هذا الطرح إلى دور المغرب داخل منظمة التعاون الإسلامي ورئاسة لجنة القدس، إضافة إلى مبادرات إنسانية وتنموية موجهة لسكان المدينة المقدسة. في المقابل، يرد المنتقدون بأن التطبيع مع إسرائيل يطرح تساؤلات حول توازن المواقف، وهنا يبرز الجدل الحقيقي: هل يمكن الجمع بين العلاقات الدبلوماسية ومواصلة دعم الحقوق الفلسطينية، أم أن الأمر يحمل تناقضا جوهريا؟ كبير اعتبر أن السياسة الخارجية تبنى على المصالح الوطنية والتوازنات الدولية، وأن تقييم المواقف يجب أن يتم عبر الأفعال والنتائج لا عبر الشعارات فقط. ازدواجية أم صراع سرديات؟ الجزء الأكثر إثارة في تصريحات كبير كان اتهامه الإعلام الجزائري بازدواجية المعايير، فبحسب قوله يتم توظيف القضية الفلسطينية كورقة سياسية في سياق إقليمي أوسع، بينما يتم تجاهل ملفات أخرى ذات حساسية مماثلة. ويرى محللون أن العلاقات المغربية الجزائرية تمر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية سنة 2021، ما جعل أي ملف إقليمي أو دولي يتحول بسرعة إلى مادة للصراع الإعلامي. السؤال المطروح هنا: هل نحن أمام صراع مواقف حقيقي على فلسطين، أم أمام تنافس سياسي إقليمي تستعمل فيه كل الأوراق المتاحة؟ الرأي العام بين التأثير والعاطفة. لا يمكن إنكار أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة في وجدان الشعوب المغاربية، سواء في المغرب أو الجزائر، ولذلك فإن أي خطاب مرتبط بها يلقى صدى واسعا ويتحول بسرعة إلى جدل شعبي. هذا ما يجعل الحرب الإعلامية أكثر حساسية وخطورة، لأن توظيف المشاعر الجماعية قد يؤدي إلى تعميق الانقسام بدل تقريب وجهات النظر. كبير شدد في تصريحاته على أن المزايدات الإعلامية لا تخدم الفلسطينيين بقدر ما تخدم أجندات سياسية ضيقة، داعيا إلى نقاش عقلاني مبني على الوقائع. ماذا بعد؟ في ظل استمرار التصعيد الإعلامي، تبدو العلاقات بين الرباط والجزائر مرشحة لمزيد من التوتر، خاصة مع غياب قنوات الحوار المباشر، ومع ذلك يبقى الأمل معقودا على تغليب منطق المصالح المشتركة وروابط التاريخ والجغرافيا التي تجمع الشعبين. الواقع أن المنطقة المغاربية تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وتنموية كبرى، تجعل من التعاون خيارا استراتيجيا
لا ترفا سياسيا، غير أن استمرار مناخ الشك المتبادل قد يطيل أمد القطيعة. وفي خضم كل ذلك تبقى القضية الفلسطينية أكبر من أن تختزل في سجال إعلامي عابر. الخلاصة: بين الاتهامات والردود وبين الخطاب الرسمي والتحليل السياسي تتضح حقيقة واحدة: الصراع الإعلامي بين المغرب والجزائر لم يعد يقتصر على ملفات ثنائية، بل امتد إلى قضايا إقليمية حساسة. فهل نشهد في المرحلة المقبلة تهدئة في الخطاب، أم أن التصعيد سيستمر مع كل محطة سياسية جديدة؟ الأكيد أن الرأي العام أصبح أكثر وعياً وأكثر قدرة على التمييز بين الخبر والتحليل وبين المعلومة والدعاية.